الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ السلام عليكم. ازيكم؟ ازاي حالكم؟ ازاي اخباركم؟ اللهم صل عليك يا نبي. فيديونا النهارده ان شاء الله هيبقى حلو وغالي قوي يا ولاد. هيبقى غالي قوي الفيديو دي. الباميه غاليه السنه دي. كل سنه وانتم طيبين. معانا هنا بقى شويه باميه حلوين كده، بنقمع فيهم اهوت. اه ونظبط عليهم كده. الباميه ب50 جنيه، ب50 جنيه وب40 جنيه، اللي هي ايه ممكن تكون بايتة شوية ولا حاجة. فان شاء الله ايه ربنا بعت لنا شوية بامية هم، فاحنا بنقمعهم. وهمسكهم بقى امعي بقى كده يا ام محمد بقى كده. ايوه بوريك اهوت ان هي متقمعة اهي. خلصت. شاطرة. طبعا حاطين مية هنسلقها، بس ايه مش هنسلقها برضك ونتك عليها في السلق يا حبايبي. بسم الله كده، اللهم صل على النبي. كب كده، كبي في المية. المية مغلية خلي بالكم. بسم الله بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ايوه تك على بقى كده اهوت. غطسيها في المية، غطسي بحيث ان هي كلها تبقى ايه، علشان ما فيش حاجة تستوى قبل التانية او تبقى كده. صن وقلبي فيه. صن هات اللي تحت فوق علشان ايه. قلبي. ايوه كده قلبي كده، عشان كلها هتبقى ايه سوا بعض، ما تبقاش واحدة ايه خدت سوا والتانية ما خدتش. وما شاء الله عليه. ما شاء الله لما بتتحط في المية المغلية شوفوا اخضرت خالص ازاي، وزادت في الخضار وخضارها بقى حلو ازاي. ايوه بغطس اهوت في المية يا حبايبي. اللهم صل على النبي. تاخد بقى ايه الغلوة بتاعتها. هنا انا كبيتها اهو، غسل قوي الحوض ومنضفاه ومتاكده ان انا غسلاه ومليفاه. وبقوم حاطه عليه ميه ساقعه. بعد ما بفضها كده بقوم حاطه ميه ساقعه، فاتحه الميه الساقعه عليه. ايوه. عايزه ابردها بسرعه. عايزه ابرد بسرعه الباميه. تمام. هنا بفضتها على صينيه اهي تبرد كمان. بعد ما اخدتها كده وصفتها حطيتها على صينيه. شوفوا بقى خضرها جميل ازاي يا بنات. الصلاة على النبي. دول حوالي عن والله يجي 5 كيلو، بس انا كنت واخدة منهم شوي. عبي بقى كده في اكياس تلاجي النظيفة ديت الحلوة. بصوا يا بنات، انا الطبق هو جنب مني، بس انا ما برتاحش بصراحة الا ان كنت اكيل بايدي كده واعبي بايدي. بحس ان فيه بركة. بحس ان فيه بركة، يعني الطبق جنب مني اهو، انا ممكن كنت عبيت بيه. بس انا بحب ان انا احط ايدي كده في الحاجة. وانا طبعا غاسلين ايدينا ونضاف زي الفل. فبعبي بقى وكيس كده. ببقى حتى عارفة قيمة الحاجة. او انا ما برتاحش بصراحة الا كده. مش عارفة هو انتوا كلكوا كده ولا ايه؟ بقولولي. في ناس بقى بتقعد تحط كده بس انا بصراحة ما بحبش الا كده يا حبايبي. فالحمد لله. تمام هنعباه هنا بقى. وعايزين نرحم معلماته. وعايزين ندعي لحبايبنا في الدول العربية وكل البلاد في لبنان والبلاد العربية كلها بالخير والسعادة، وربنا ينصرهم. يا رب انصر البلاد المسلمة كلها بحق جاه النبي، والبلاد العربية كلها يا رب. ورجع بلادنا منصورة. ونعبي بقى يا حبايبي، نرجع لفدينا ونعبي بقى ايه. البامية بتاعتنا الغالية ديت ام 40 و50 جنيه. اللي ما هيش عايزة تنزل. والسنة دي على فكرة زرعها السنة دي ما هوش حلو، يعني هي مزروعة حواليا هنا في الأراضي بصراحة. والله فين وفين على ما بتطرح. عالية جدا، تلاقي الشجرة عالية خالص كده. بس ما عليهاش طرح. يعني ما هو دي اللي مغليها لما بتبقى زرعاها مش ما بتطرحش حلو. فهي بتبقى غالية وشد. وهي عامة يعني كل حاجة غلت الا هيبقى رخيص.
ما عادش حاجة رخيصة. فالحمد لله، ربنا يعدها على خير يا حبايبي، وكل عام وانتم بخير، وربنا يسترها علينا كلنا ويطلعنا من الدنيا دي على خير، وربنا يسترها علينا يا ولاد. هنا طبعا انا جبت فوطة كده علشان ايديا بردك ممكن تكون بتزفلط ولا حاجة، لان هي بيبقى فيها نسبة زفلطة كده، فانا جبت فوطة كده امسح ايديا فيه، واربط الكيس عشان ما يتزحلقش من ايدي. وهنا كيسته يا حبايبي بقى، وكل عام وانتم طيبين. يا عالم بقى ان الناس بقى تاكلها بألف هن. ايوه، بخرج بقى الهوا كده وبيبقى حلو، بوريكم ان هو على قد الطبخة اهوت، والحاجة على قد الطبخة هيت، والكيس على قد الطبخة، حلو قوي كده رضا. وكل عام وانتم بخير، ويا ريت بقى ايوه شاطرة يا ام محمد. بس خد. خدي بقى من ايدي، وريني كده.